بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. والزمالك باداء باهت واداء اقتصادي بيفوز على ديكاداها بهدف وحيد، وهدف طبعا سجله سيف الدين الجزيري من ركله جزاء. اداء النهارده ما كانش حلو، لكن الزمالك صعد خلاص لدور المجموعات للكونفدراليه. طبعا هنشوف كمان المصري هيعمل ايه باذن الله مع الاتحاد الليبي، وباذن الله كمان النادي الاهلي غدا امام ايجل نوار. بالتوفيق للنادي الاهلي وبالتوفيق كمان لبيراميدز اللي هيقابل التأمين الأثيوبي، كمان طبعا بالتوفيق للمصري في مباراته أمام الاتحاد الليبي. نتمنى نشوف الأربع أندية المشاركين في أحسن حاجة في البطولتين الأفريقيتين. مبروك للنادي الأهلي رغم الأداء مش عاجبنا الصراحة، ومش هنتكلم كتير على المباراة. يعني المباراة أصلا كانت باهتة كلها على بعضها، يعني أشبه بمباراة ودية. هو كده كده الزمالك كان ضامن بالستة اللي جابهم في الأول. لكن هنتكلم يا جماعه بقى على اللوائح والكلام واللوائح بقى والتفاصيل والكلام ده كله. هنتكلم كمان على مشكله صلاح ومشكله صلاح، وطبعا اخواننا ارني سلوت، وكمان هجوم بول سكولز عليه. لكن سؤال واحد، هي يا جماعه اللوائح هتطبق امتى على الجماهير والكلام ده؟ شفنا يا جماعه اعلامنا المحايد اللذيذ لما نادي الزمالك هاجم زوجة وتهكم على زوجة احمد سيد زيزو. ما شفنا هجوم وشفنا كل حاجه، والعقوبه صدرت وكلنا تقبلناها. شفنا طبعا هتافات جماهير النادي الاهلي امام الاتحاد، وطبعا شفنا يعني الهتافات كانت ايه، يا شاويش يتبرع للدراويش، والزمالك اعلن افلاسه بكره هيبيع ايه. لكن بسم الله ما شاء الله، ربطه الكرفس سمك لبن تمر هندي وسم بكم عمي. بجد والله لا تعليق. والناس اللي بتقول لك بقى عايزين نطور منتخبات، لما يبقى عندك منافسه شريفه يا حبيبي، ويبقى عندك نظام ولوائح وقوانين بتطبق، نبقى نتكلم. يعني طبعا احنا مش هنتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز اللي هي بطوله الجمهوريه بتاعت 2007 اللي القرار طلع في يوم. طبعا مش هنتكلم فضيحه القرن اللي هي طبعا انسحاب النادي الاهلي السنه اللي فاتت، واللي ما اتطبقتش عليه العقوبه لغايه دلوقتي. الموضوع بتاع سحب اللقب ومش سحب اللقب في المحكمه الرياضيه، وبحلني بقى. ده بالنسبه للوائح اللي ما بتطبقش. طبعا يا اخوانا هنرد على عادل القيعي بيقول لك هو التحكيم بيجامل الزمالك وعادي ومش عادي. وطبعا هو استشهد الراجل بمباراه النادي المصري. يا عم وانا معاك، المصري اتظلم في حته مباراه الزمالك، ماشي. طب هو الزمالك ما اتظلمش في مباراه وادي دجله رغم انه الزمالك استحق الهزيمه، وطلعنا اتكلمنا في الموضوع دوت، حوار ضربه الجزاء بتاعت شيكو بنزا. طب مباراه فاركو برضو رغم ان الزمالك فازع فيها، ما اتكلمش على شيكو بنزا. طبعا بقى يا اخوانا شفنا ايمن طبعا الشهدي والتحكيم الحلو والمباراه بتاعت الاتحاد وركله الجزاء مش عايز اقول وهميه، لان بجد مش عارف، مع احترامي الكبير لاخواتي الاهلاويه. شفنا التحكيم 5 مباريات اتجامل فيهم الاهلي حرفيا. مباراه غزل المحله، وطبعا ضرب اشرف داري بغير كوره، وطبعا كارت اصفر كان ساعتها امين عمر. طبعا مباراه انبي وبوكس الغريب اللي عمله محمد الشناوي، رغم كده برضو اخذ انذار. شفنا حرس الحدود واوفسايد وهاند بول كمان على ياسر ابراهيم. وطبعا مباراه السيراميكا اللي كان للاهلي، الاهلي اتظلم واتظلم ساعتها. فبجد يا عادل وكيعي بلاش نتكلم في الحتت الثعبانيه دي، عشان انت تعبان وكل حاجه ودانك مقصره عليك، لكن مش هنتكلم عليك في الحته دي. طبعا انا مش هرد على كابتن محمود الخطيب في حته المبادئ والقيم ده عشان اخواتي الاهلاويه ما يزعلوش. طبعا يا اخوانا هنخش بقى على التصريحات كمان. طبعا بول سكولز وهجوم بول سكولز على محمد صلاح. طبعا يعني محمد صلاح مستواه اخر 3 مباريات مش اللي هو، وطبعا قاعد على الدكه. وطبعا حوار انه غير البروفايل ومش عامل البروفايل دي مش عايز اقولها، دي اساليب عيال يا محمد يا صلاح. انت نجم ونجم كبير، والمفروض يعني تعمل حوار، ما تخليش الحوارات دي. طبعا بول سكولز طالع اتكلم. طبعا سكولز يعني اسطوره من اساطير مانشستر يونايتد، طالع قال لك انه لعيب سيء ومش لعيب سيء. مش عارف ليه يعني سكولز اللعيب الوحيد اللي هاجم محمد صلاح اللي بيب جوارديولا اتكلم عليه، مونتيلا اتكلم عليه، مدرب المنتخب التركي، وكان مدربه في اسمه ده في فيورنتينا. برضه سباليتي اتكلم عليه كويس رغم انه كان معاه في روما. شفنا رودي فولر بيتكلم عليه كويس، شفنا ستيفن جيرارد، شفنا مايكل ايوين. اول واحد اشوفه يهاجم محمد صلاح في اوروبا هو بول سكولز. طبعا ازمته مع ارني سلوت، انا مش شايف الصراحه، ما كانش ليه لازمه حوار محمد صلاح انه يعمل كده. محمد صلاح مهزوز حبتين بعض الشيء، وطبعا يعني كلنا شفنا ليفربول برضو مهزوز بعض الشيء، وحته البروفايل، وحته انه بيقعدوا دكه. فنشوف الايام الجايه هترسى على ايه. طبعا يعني ليفربول عنده المباراه الجايه امام برينفورد، يا ترى صلاح هيلعب ولا هيقعد دكه؟
هل دي نهايه محمد صلاح مع ليفربول؟ لان برضو كلنا عارفين يناير بيجي، ولما يناير بيقرب بنشوف العروض السعوديه بالذات لمحمد صلاح. فهنشوف القرار ده هيرسى على ايه. طبعا ميسي جدد عقده مع انتر ميامي الى 2028. هل دي قفل الباب قدام عودته لبرشلونه، ولا هيرجع لبرشلونه على سبيل الاعاره؟ فهنشوف الكلام ده. طبعا يا اخوانا تصريحات يوريتشيتش اللي عجبتني قوي الصراحه. يعني يوريتشيتش طبعا كان امبارح مع مدحت شلبي، وطبعا مدحت شلبي حب يخليه يخبط شويه في حته الاهلي والزمالك، والراجل قال لك انا بحترم القطبين وفريقين كبار وانا سعيد بالمنافسه معاهم، ولكن ينقص العدل. فعلا يعني الكلمه دي الصراحه، يعني فعلا يوريتشيتش قال المفيد. المنافسه من غير عدل ملهاش لازمه. الناس اللي بتقول لك عايزين نطور الكوره في مصر، طب يا عم طور الكوره في مصر، هتطور الكوره في مصر وانت فاسد؟ هتطور الكوره في مصر وانت مش عارف تطبق لوائح؟ فبجد والله هتطبق ايه؟ فده بالنسبه للناس اللي بتتكلم. طبعا دوري ابطال اوروبا يا جماعه السنه الجوله الثالثه محققه رقم تاريخي، 72 هدف في الجوله الثالثه في دوري الابطال. هنشوف الجوله الرابعه الجايه هتكون ضرب نار. طبعا عندك باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، مباراه جميله. ليفربول امام ريال مدريد، مباراه قويه. مانشستر سيتي امام بروسيا دورتموند، مباراه جميله جدا كمان. فده يعني ابرز المباريات الموجوده في الجوله الرابعه الجايه. طبعا استعدادات الكلاسيكو، وطبعا حرب التصريحات بين ريال مدريد وبرشلونه. هل ريال مدريد هيضع حد لعقده برشلونه؟ اخر 4 كلاسيكيات كان برشلونه تفوق عليهم. فهنشوف المباراه دي هتبقى يوم الاحد باذن الله. طبعا الليله في 3 مباريات هتتلعب. ويست هام امام ليدز يونايتد الساعه 10. كمان قمه من قمم الدوري السعودي، الاتحاد امام الهلال. كمان الليله طبعا مباراه في الدوري الايطالي لعشاق الكالتشيو، ميلان المتصدر امام فريق بيجا. طبعا مباراه تبقى مهمه جدا. وطبعا يعني اتمنى رب كنت تقلت عليكم. وطبعا ما تنسوناش بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب. ونختم بخير ختام، وهي الصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. حفظ الله فلسطين. السلام عليكم.